قبل ما ابدا الفيديو انا عاوزك تعرف ان ده الجزء ال15 من حكايه مليودس. حرفيا النهارده معجنه فايتات، قتالات من اللي قلبك بيحبها. بس قبل ما ندخل فيها انا حابب اشكركم جدا. وصلنا 900 الف بسرعه الضوء تقريبا، وانا والله بقيت بستغرب ازاي بنزيد بسرعه كده. بسم الله ما شاء الله يعني. وده كله بالرغم من اني ما بنزلش فيديوهات، بس علشان بقى انتوا جمهور عسل قررت اني انزل لكم كل اسبوع فيديوهين باذن الله. يعني من الاخر كده كل 3 ايام هينزل لكم جزء جديد من الخطايا، ومدته كمان هتكون كبيره. هروق عليكم من الاخر. انا عارف اني طولت عليكم في المقدمه المره دي، بس يلا بينا ندخل في الفيديو على طول. بعدما امر ملك الشياطين زلدريس باحضار مليودس، زلدريس ما وافقش على كلامه وقال له انت تقصد ايه بان ارجع الخاين ده؟ احنا لازم نقتله. ملك الشياطين قال له انت عاوزني اكرر كلامي معاك ولا ايه؟ الامر لازم يتنفذ. زلدريس وقتها حط وشه في الارض وبعدها سكت. طلع بره وبدا ينده على باقي الوصايا ال10 علشان يعرفهم بالامر الجديد. حاول يتواصل مع الكل بس محدش رد عليه نهائي. فرودرين اتقتل، ميلاسكولا ووصية السلام اتحبسوا، جالان هو كمان اتحجر ومحدش قادر يرد عليه. ده حتى دريري ومنوسبيت كانوا زهقوا من الحرب ديت وقعدوا في بيت كده وفكوهم من كل الكلام ده. زلدريس بدأ يتعصب جامد. بيرد عليه فجأة كده جلوكسينيا ودرورو بيقولوا له احنا الصراحة ما كناش عاوزين نرد عليك، بس ما علينا يعني هنعرفك على كل حاجة. من النهاردة احنا هنبقى اعداء، والوصية اللي علينا مش عاوزينها. الوصية اختفت منهم فعلا، وزلدريس بيتجنن بيقول لهم كلكم اتقلبتم علينا، انا لوحدي كفايه عليهم. ولكن وفجأة بينضم ليه 2 من كبار ونخبة عشيرة الشياطين، كيوزاك وتشاندرا. كيوزاك هو معلم زلدريس ومربيه وبيحبه اكتر من ابنه، اما تشاندرا فهو معلم مليودس واللي مربيه برضه وبيحبه برضه اكتر من ابنه. كان عمال يعيط على حالة مليودس وزعلان علشان ما قابلوش، بس لما زلدريس بيعرفه باوامر ملك الشياطين الجديدة تشاندرا بيتجنن. الفرحة ملت وشه، بيقول معقولة ملك الشياطين سامح حبيبي مليودس؟ ده انا هجيبه لك في ثانية. وبوم بينطلق انطلاقة مسرعة ناحية الخطايا ال7 وهدفه احضار مليودس. ومن هنا بقى تبدأ ملحمة الفايتات يا صديقي، فجهز فشارك وحط اللايك بتاعك ويلا بينا. في نفس الاثناء ديت كان الخطايا ال7 وتحديدا ديانا وكينج وجوسر قاعدين بره عمالين يهزروا. كينج كان عمل قلادة لحبيبته وكانت فرحانة منها جدا، وعمل قلادة برضه لجوسر وكان فرحان منها جدا. الجو بدأ يحلى معاهم، بس فجأة ديانا بتبص على الجو بتتصدم. الليل بيقرب منهم والعيال مش فاهمة حاجة. مارين اخدت بالها ومش مصدقة اللي بيحصل. هوك بيندى على مارين في الوقت ده وبيقول لها مين الراجل العجوز ده؟ هو هنا بيعمل ايه؟ اوبا شيطان الليل تشاندرا وصل على مكانهم وشكله هيخرب الدنيا. كان في الوقت ده عمال يعيط من فرحته وشوقه علشان اخيرا شاف تلميذه مليودس. الكل مصدوم من اللي شايفه مش مصدق. تشاندرا بعدها بيستخدم تقنية الالغاء على مكعب مارين وبيكسرها. البنت اتصدمت، حاولت تهجم عليه بسرعة وتختم سحره، ولكن بيستخدم تقنية العكس الكامل وبيرد لها الهجوم. مارين هي اللي سحرها بيتختم، بتظهر بعدها على حقيقتها واللي اتضح انها بنت صغيرة لسه عندها 10 سنين. بتقول لتشاندرا انت ازاي عكست هجومي؟ دي تقنية مليودس. قال لها ما انا اللي معلمها له اصلا. يا حلاوة، ده شكله ما بيهزرش فعلا. ديانا في الوقت ده بتدخل ايديها بسرعة جوه وبتطلع اليزابيث والقائد. بتقول لهم هو ايه اللي بيحصل هناك ومين معاكو؟ انا مش فاهمة حاجة. تشاندرا بيطلع لها بره بيقول لها انا اللي كنت جوه. بس ايه الحلاوة ديت؟ جنية وعملاقة وانسان، ده انتوا هتتعجنوا دلوقتي. ديانا بتقول له انت مين وعاوز القائد ليه؟ احنا مش هنديهولك. تشاندرا قال لها قائد ايه؟ هو انتم الخطايا ال7 اللي ملك الشياطين عاوز يتخلص منهم؟ بصوا كده انا ماليش مزاج اقتلكم دلوقتي، بس لو ما اخدتش حبيبي مليودس فعليكم كلكم السلامة. العيال اتعصبت منه. ديانا بتقول له انت بتحلم انك تاخده اصلا. تشاندرا بعدها بيبص لها كده، بيستخدم احدى تقنياته عليها، بيصغر جسمها، بيقف قدامهم بعد ما خلى الجو ليل وبيقول لهم ايه رايكم دلوقتي؟ الشيطان بالليل بيكون اقوى حاجه، وطالما احنا بالليل فحتى اسكانور مش هيعرف يقاتل، ده ينهر منيل خالص. تشاندرا بعدها كان واقف قدامهم كده بيقول لهم احنا لازم نحتفل علشان شفت حبيبي مليودس بيستخدم قوته، بيفعل تعويذه دمار شامل. المكان كله بيتحول لحفله من الالعاب الناريه. الحانه عماله بتهرب من الانفجارات، بس اخرهم هيتجابوا. الشيطان واقف ومفكر نفسه خلاص هزمهم، ولكن بوم فجاه جوسر وكينج من فوقه بيوحدوا قوتهم وبيقولوا له اجهز يا باشا. تشاندرا بعدها بيبص لجوسر كده وبيقول له انت عارف ان عاكس لك الهجوم كده كده، بس ما علينا يلا حاول. بيحاول يضربوا فعلا. الشيطان بيستخدم العكس الكامل عليهم وهوبا ولا اي حاجه حصلت. ده كان وهم جوسر اللي عمله. الهجوم الحقيقي لسه هيجي عليك، واحلى مسا عليك يا عم تشاندرا. بيطير بالهجوم بعيد وبيتدمر هو وكل اللي حواليه. بعدها العيال بتفرح والكل خلاص فكروا انتصر. كينج بيبص كده
فجأة بيلاقي جيش من الشياطين بيقرب عليهم، طلع سلاحه وحدفه بكل قوته علشان يدمرهم. وفجأة تشاندرا بيعكس هجومه، بيرد على كينج بطاقة مضاعفة، بيكسره، بيضحك عليهم وبيقول لهم هو ده اخركم ولا ايه؟ انتم كده مش هتسلوني حتى. يا حلاوة، جوسر مش قادر يعمل معاه اي حاجة. تشاندرا بيقول لجوسر بعدها هجومك ده عجبني ولازم تتعاقب عليه. بيستخدم قوته، بيفعل الامر المطلق، والتقنية ديت بتخلي جوسر شبه العبد عنده، ولو حاول يأذيه او ما سمعش كلامه جسمه كله هيتكسر وهيموت وقتي. كده الكل اتهزم. تشاندرا راح على اليزابيث علشان يقتلها، ضربها ولكن ديانا بتحميها، بتقول له انت هتقرفنا ولا ايه؟ مش هتحط ايدك عليها تاني. تشاندرا لا ده لازم اشويكي بقى. بيستخدم طاقة حرارية بتسيح الارض تحته، بيهجم عليها ولكن كينج وبان بيلحقوهم. تشاندرا بعدها بيقول لهم كل شوية واحد يجي منكم، مش هتخلصوا ولا ايه؟ وفجأة تشاندرا حس بالألم، تقنية جوسر أثرت عليه. كينج هو كمان ضربه، بيقول له احنا مستحيل نسيبك تاخد القائد حتى لو ده يعني موتنا. كينج اشتغل ضرب فيه. تشاندرا هو كمان بيدافع. ديانا انطلقت بأقصى سرعتها عليه، عمالة تضربه بالبوكس رغم صغر حجمها، بتقول له انا مش هسيبك تبعدهم عن بعض تاني. القائد محتاج اليزابيث علشان يكون سعيد، مش هسيبك تفرقهم، وشغالة تديله بالبوكس وبتعيط. تشاندرا بيبعدها من هنا وهوبا بيلاقي بان من وراه مكتفه. كينج استغل الوضع وهجم عليهم الاتنين بكل قوته. بان بينضرب من كل حتة، مستحمل علشان صاحبه. بيقول في نفسه انا حاولت اقتله مرة علشان ما اشوفش حبيبتي بتموت قدامي، لكن هو مستحمل الوجع ده من بقاله 3000 سنة. متأثر جدا وبيقول له ارجع تاني بقى يا صاحبي، ارجع وخليني اعتذر منك مرة تانية. تشاندرا بعدها بيقول له صياحة اقترب، خلص عليه. بيفعل هجوم شامل على الكل وبيبدأ يضربهم. كينج هو كمان فعل طاقته وبدأ يصد الهجوم، بس الواد طاقته مش قد الشيطان وشكله هيموت. جوسر هو كمان كان عمال بيشوف المشهد ده والكل بيصارع قدامه، مش عارف يعمل اي حاجة. هوك بيقول له ساعدهم، انت ليه ما بتتحركش؟ جوسر قال له طالما ايده عليها الامر ده مستحيل اقدر اعمل حاجة والا هتحطم. هوك قال له تمام سيب الموضوع ده عليا. تشاندرا في الوقت ده كان اكتسح الكل وحرفيا ما عادش حد واقف قصاده. اليزابيث وقتها فعلت طاقتها العلاجية، بدأت في علاج الكل. تشاندرا لسه هيهجم عليهم تاني وهوبا لا هوك ماسك ايده عمال بيلحس فيها وبيمسح الامر اللي عليها. تشاندرا بيبعده، بيجمع طاقته وبيحاول يدمرهم تاني، ولكن المفاجأة الضربة ما جاتش فيهم. ايوه جوسر اخيرا استخدم قوته عليه وخلاه ما يصيبهمش. كينج بيستغل الفرصة ديت وبيهجم عليه بكل قوته، بيخرم بطنه، والكل بعدها كان فرحان وخلاص انتصروا. بس الدنيا مش بالسهولة ديت يا هوك، الختم كان لسه موجود على ايد تشاندرا وجوسر خلاص بيودع. تشاندرا هو كمان ما كانش مات، بيقوم من جديد، بيتحول لشيطان بالكامل. طاقته زادت والكل اتصدم وشكلها ما تبشرش بالخير يا صاحبي. تشاندرا بعدها بيقول لهم انتوا اللي جبتوا لنفسكم، كان لازم تموتوا وانتوا ساكتين. بيطلع سلاحه، بيدمر بيه كل اللي حواليه، بدأ في الهجوم عليهم. كينج بيحدف ديانا البان وبيقول له خد الباقيين واهرب بسرعة، انتوا ما هتعطلوني مش اكتر. بام بيسمع الكلام وزعلان جدا. ديانا مش قادرة تستحمل، بتسمع حبيبها وهو بيودعها تاني، بيقول لها كان نفسي افضل معاك واحميكي للابد، ولكن شكلها دي النهاية. تشاندرا هو كمان بيهجم على كينج بكل قوته، السلاح بتاعه اتكسر والارض اتدمرت والكل خلاص شكله انتهى. الحانة كانت طايرة ومحدش حصل له حاجة. جلوكسينيا ودرورو انضموا للمعركة هما كمان وشكلها هتقلب مجزرة. كينج بيقول لهم انتم جيتم هنا ليه؟ هو انتم مش من الوصاية ولا ايه؟ الاتنين قالوا له لا، احنا اتخلينا عن الوصية بتاعتنا ورجعنا لطبيعتنا تاني، وما تقلقش هنحميكم دلوقتي. بيحاوطوا بعدها تشاندرا بتقنية مزدوجة منهم، بيحبسوه جوه جدار كده، بيقولوا لهم استغلوا الفرصة ديت بقى واهربوا من هنا واحنا هنعطلوا شوية. كينج بيقول لهم يعني مش هتقدروا عليه ولا لا؟ الاتنين بيقولوا له لا هنحاول. الحانة الام بتمشي بعدها وكينج وديانا ما بيوافقوش يروحوا معاهم، بيقولوا لهم احنا هنفضل هنا وهنساعدكم. جلوكسينيا بيقول لهم خدوا بالكم بس من اليزابيث ومليودس وانتم كده هتساعدونا. بيرجعهم بعدها لاصحابهم، وبعدها بتبدا معركة طاحنة بين كل من تشاندرا وثنائي الملوك درورو وجلوكسينيا. درورو بسرعة بيستخدم طاقته وبيطلع عمود حجري، بيحدف تشاندرا بعيد ولكن ما بيعملش حاجة. جلوكسينيا هو كمان بيهجم عليه وبينجح يصيبه، بس تشاندرا غير برضه، بيكسر هجومه، بيطلع سلاحه بيضربه بيه. جلوكسينيا وقع على الارض ولسه ما فاشي وهوبا بيلاقي تشاندرا راشق السيف بتاعه جوه جسمه. درورو اتعصب، هجم عليه علشان يلحق صاحبه بس مش عارف يعمل معاه حاجة. تشاندرا بيقطع دراعه، بيشرح رجله، بيرميه على الارض. الاتنين دول ما عادوش قادرين يعملوا اي حاجة والشيطان شغال تشريح فيهم. خلاص جابوا اخرهم، بيفتكروا اخر ذكرياتهم وبيطلبوا السماح من مليودس، بيتمنوا
انه نهاية سعيدة لاصدقائهم، وبينتقل كل منهما الى رحمة الله تعالى مقتولين على يد الشيطان الاسطوري تشاندرا. واللي بعدها ما كانش مرتاح، لا ده بيتوجه بسرعة ورا الخطايا علشان يخلص عليهم. فيا ترى ايه اللي هيحصل؟ في نفس الاثناء ديت بقى كانت مارين بتفوق بعد ما راسها اتخبطت اثناء هجوم تشاندرا. اسكانور هو كمان فاق، رجعت له قوته تاني، بس كان الكل زعلان ومقهور من تضحية درور وجلوكسينيا. مارين بتقول لهم ضد واحد زي تشاندرا فاحمدوا ربنا انكم لسه عايشين. بترجع سحرها وبتكبر تاني، بتجمعهم، بتقول لهم احنا لازم نعمل خطة علشان لو تشاندرا هجم تاني. بتفكر وبتعصر في دماغها ولكن مش لاقيه حاجة. وفجأة الكل بيحس بطاقة قوية داخلة عليهم. الليل بيوصل، اسكانور بيتسخط، تشاندرا وصل، بيطلعوا له بره بسرعة وهوبا لقوه عمال يعيط فرحان علشان مليوداس فاق. يا حلاوة، ده كده كملت هي كمان. مليوداس شايل اليزابيث وبيبص لهم بصات مش مفهومة. الكل اتصدم منه وسألوه ايه اللي بيحصل. مليوداس بعدها قال لهم انا خلاص افتكرت كل حاجة، انتم كنتم اصدقائي الغاليين قبل كده، بس من النهاردة الخطايا السبعة تم حلها. الكل اتصدم وقالوا له انت بتقول ايه يا عم، وانت ليه هتعمل كده؟ مليوداس قال لهم اليزابيث ما عادش قدامها وقت ومفيش حل واحد علشان اقدر انقذها. بيسألوه ايه الحل ده؟ بيقول لهم انا هكون ملك الشياطين القادم. الكل اترعب مش مستوعب الكلام اللي بيقوله. مليوداس بعدها بيأمر تشاندرا ياخده على مكان زلدريس. مليوداس بعدها بيمسك هوك كده وبيكلمه، بيقول له انت فرحان وانت بتراقبنا كده يا ملك الشياطين صح؟ اوعى تكون مفكر اني مش واخد بالي باللي انت بتعمله. وبعدها بيرمي هوك وبيسيبهم وبيمشي متجها الى مكان زلدريس من اجل ان يصبح ملك الشياطين شخصيا. بعدها بقى كان الخطايا السبعة زعلانين جدا في قمة احباطهم ومش مصدقين اللي مليوداس عمله ومش عارفين ايه خطتهم الجاية. مارين بعدها بتقول لهم مشاعر القائد محبوسة جوه عالم الشياطين ومحدش هيعرف يروح هناك ولا يلحقه. بس هوك فجأة بيسألها وبيقول لها هو ليه مليوداس كان بيقول لملك الشياطين هو انا بصراحة جامد يعني، بس مش لدرجة انه يقارني بواحد ضعيف زي ملك الشياطين. هوك ده مسخرة الصراحة. مارين بعد ما بتسمع كلام هوك بتقرب منه كده، بتبص له، بتتصدم، بتقول مستحيل، انت جسمك مرتبط بعالم الشياطين وممكن من خلالك نعرف نفتح بوابة تنقلنا هناك. الكل وقتها بيتحمس وبيتطوعوا علشان يدخلوا جوه عالم الشياطين وينقذوا القائد ومشاعره. بس مارين قالت لهم لا، الموضوع مش بالسهولة ديت. بتحكي لهم بعدها عن الشخص الوحيد اللي قدر يدخل عالم الشياطين ويرجع منه وهو ابوها. بتقول لهم بعد ابحاث كتيرة ومتنوعة ابويا قدر يوصل لبوابة عالم الشياطين، بس هو دخل من هنا قعد دقيقة واحدة طلع منها كهلة عجوز على فراش الموت. بالرغم من انه قعد اقل من دقيقة كان عامل كده، وطول الفترة قبل ما يموت كان بيحكي عن الظواهر الموجودة جوه والوحوش وكل حاجة حرفيا صعبة ومستحيل على حد انه يدخل ويعيش هناك. ديانا بعدها بدأت تعيط مش عارفة هتعمل ايه. بتقول لهم يعني كده مش هنعرف ننقذ مشاعر القائد ابدا. الكل ساكت ولكن فجأة بام بيقول لها انا هدخل وهنقذه. الكل اعترض على كلامه وقال له هتعملها ازاي؟ قال لهم انا الشخص الوحيد اللي ما بيموتش هنا ولازم اعمل حاجة انقذ بيها صاحبي والا مش هسامح نفسي على ضعفي وقلة حيلتي، وكده كده انا لو فضلت معاكم بقوتي ديت مش هفيدكم بحاجة. الكل طبعا بيتأثر من كلامه ومارين بتوافق. بتعمل بعدها البوابة اللي هتنقله على عالم الشياطين. الكل بيودعه واخيرا بيدخل هناك. في نفس الوقت ده بقى كان مليوداس واليزابيث وصلوا على مكان زلدريس. دخلة الاسد وفتح الباب على اخره. زلدريس وقتها بيضحك كده وبيقول خاين جاي من باب البيت ده لازم يتعاقب وقتي. مليوداس بعدها قال له اليزابيث ما عادش فاضل لها ايام وانا هكون ملك الشياطين بالعافية. زلدريس بيتعصب وبيقول له محدش هيقبل ملك غيري. استاروسا بيسمعهم في الوقت ده بيقول لهم طب ما تدخلوني معاكم في العركة ديت ولا اقول لكم انا مش عاوز اكون ملك الشياطين بس اديني اليزابيث في المقابل. مليوداس بيتعصب من كلامه بيقول لهم بصوا كده قبل ما اعمل اي حاجة انا حابب اوضح لكم نقطتين. اولا انا هكون ملك الشياطين، وثانيا لو حد فكر يلمس اليزابيث مش هرحمه. الاتنين بيتعصبوا بيهجموا عليه بكل قوتهم بس اخركم فاضي يالا. كيوزاك حاول يساعد زلدريس هو كمان بس محدش قادر عليه. مليوداس جلدهم حرفيا. اليزابيث بعدها بتقول له كفايه عليهم كده فبيبطل هجومه. زلدريس بيهجم عليه تاني عمال يزعق بيقول له انا مستحيل اخليك ملك الشياطين. بيهجم عليه بكل قوته. مليوداس بيكتفه كده وبعدها بيهمس في ودانه بكام كلمه كده. زلدريس وقتها بيهدى وبيقول له خلاص هساعدك. هو ماسك عليه زله ولا ايه؟ بعدين بقى زلدريس بيسال مليوداس وبيقول له انت ازاي ناوي تكون ملك الشياطين؟ مليوداس قال له بص يا عم انت عارف ان موجود وصايا 10 وكل وصيه عندها قدره عاليه وبتمنح صاحبها قوه كبيره، فانا لو
خدت كل الوصايا دول في جسمي طاقتي هتصبح عالية جدا وهتكافئ ملك الشياطين كمان. زلدريس بتعجبه الفكرة، بيطلع الوصايا اللي جمعهم من الخونة جوسر وجلوكسينيا ودرورو. مليوداس هو كمان كان معاه وصية السلام، وكده فاضل 6 لازم يجمعوهم قبل اليوم الثالث علشان جسم مليوداس يكمل ويبقى ملك الشياطين. استاروسا طبعا بيسأل زلدريس وبيقول له هو انت ازاي بتاخد الوصية منهم؟ زلدريس بيقول له لازم يوافقوا يعطوها لك او يموتوا وهنا الوصية هتبقى معاك. استاروسا وقتها بيفرح جدا وبيظهر على وشه نظرات الخبث والرذالة وشكله مخطط لحاجة. بعدها بيتجه كل واحد على طريقه، واليزابيث ومليوداس بيقعدوا في اوضه لوحدهم كده. البنت بتقول له انت ليه بتعمل كده؟ انت ليه عاوز تكون ملك الشياطين؟ انت عارف انك لو بقيت كده مشاعرك ناحيتي هتختفي وهنبقى احنا الاتنين غراب عن بعض ومش هترجع تاني. مليوداس قال لها لازم اعمل كده علشان اوفي بالوعد اللي قطعته لك. اليزابيث قالت له يعني عاجبك توفي بالوعد ونبعد عن بعض؟ انت شايف دي الطريقه الصح يعني؟ مليوداس قال لها مفيش قدامي غير كده وخلى البنت تعيط. اليزابيث بعدها بتضربه بسحرها وبتطلع تجري من المكان، بتقول زي ما انت هتضحي بنفسك وتحميني فانا كمان مش هسكت ولازم انقذك. وشكلها ما تبشرش بالخير يا صاحبي. في نفس الوقت ده بقى كان الخطايا متجهين الى كاميلوت بعد ما بان سابهم، بيحسوا بطاقه كبيره داخله عليهم. الكل حرفيا بيتصدم. مارين عرفت انهم جايين علشان وصيه ميلاسكولا وقالت لهم اهدوا انا هتصرف. زلدريس بيوصل بعدها فعلا وبيقول لهم سلموني الوصيه وانا مش هاذيكم. مارين بتقول له ما تهدى علينا شويه يا عم زلدريس. الواد اتصدم، انت تعرفيني ولا ايه؟ انا اول مره اشوفك. مارين بترجع لحقيقتها والواد بيتعرف عليها. الكل بيتصدم وزلدريس مش مصدق اللي شايفه. معقوله انت البنت اللي حصلت على بركه ملك الشياطين وملكه عشيره السماء؟ مارين بتقول له ايوه انا. الكل كان مصدوم ومحدش فاهم حاجه. مارين بتقول له تعالى نتكلم في مكان تاني علشان المكان هنا زحمه. بتروح معاه وبترمي لهم شعرايه كده. في نفس الوقت ده بقى كانت مارجريت ودوريفاس وهندريكسن مسافرين مع بعض في رحله، بيدوروا على غل بعد ما الساحره فيفي خطفته وحبيبته كانت زعلانه جدا مش قادره تعمل اي حاجه. بس وهي هناك طول الطريق كانت عماله تسمع في اصوات غريبه، حد عمال بيندى عليها بيقول لها تعالي. بتفضل ماشيه كده على مكان الصوت ده لحد لما بتوصل على مكان غريب كده. هندريكسن ودوريفاس بيروحوا وراها بيتصدموا من المكان ده. ضريح الكهنه ده إيه اللي جابه هنا؟ مارجريت قالت لهم انا مش عارفه بس حسيت بحد بينده لي هنا. الحد ده بعدها بيكلمها بيقول لها انت روحك نقيه جدا طيبه، عاوزه ترجعي لحبيبك صح؟ مارجريت قالت له ايوه بالله عليك رجعهولي وانا هعمل اللي انت عاوزه. الحد ده قال لها تمام. بيستحوذ بعدها على جسمها وبيقول لها خلاص هرجعهولك بس لازم تعملي لي حاجه في المقابل. قالت له اللي انت عاوزه. وبالمناسبه الشخص اللي استحوذ على جسمها ده هو لوديشيل. في نفس الوقت ده بقى كانت في زنقه غل كده في المكان ده وبتقول له ايه يا عم انت لوحدك وانا لوحدي والشيطان شاطر ما يلا بقى. غل بيقول لها يلا ايه استغفر الله يا ستي ربنا شايفنا. ولسه ما كملش الكلمه وهوب البنت بتلاقي سيف شق رقبتها. مارجريت من وراها وصلت لها وغل بعدها كان هيموت من الفرحه بيجري على حبيبته، هي كمان بتجري عليه. ولكن وقتها لوديشيل اللي بيقول لها انا نفذت لك وعدك وهاخد جسمك في المقابل. وغل ما عادش فاهم ايه اللي بيحصل. دوريفاس مش مستوعب الموقف وهندريكسن كان فرحان جدا، فرحان علشان مش مصدق ان حد من الملائكه الاربعه يساعدهم، ده هيكون عون كبير جدا ليهم. في نفس الاثناء ديت بقى كان زلدريس ومارين متجهين الى السماء علشان يتكلموا. زلدريس وهو طاير بيقول لها مره كان في بنت عبقريه اتولدت بسحر لا نهائي، الكل اتكلم عنها واتعرفت بانها اقوى ساحره في الوقت ده. ملك الشياطين عجبته البنت ديت وعرض عليها تكون تابعه ليه مقابل ان هو يديها بركته. وملكه السماء برضو عرضت عليها البركه بتاعتها مقابل انها تكون تابعه ليها. بس البنت ضحكت عليهم الاتنين واخدت البركتين وهربت. الملوك الاتنين غضبوا من عملتها ودمروا البلد بتاعتها، مسحوها من على الخريطة. بس البنت بفضل سحرها والبركة بتاعتها قدرت تهرب منهم واديني شفتها النهارده اهوت. مارين بتقول له انت بتدينا اكتر من حجمي، كفايه مجاملات وتعالى ندخل في التقيل على طول. الواد قال لها تمام. مارين قالت له بص انا هديلك الوصيه بس لازم اخد حاجه في المقابل، انت عارف اني لازم استفاد يعني. فقال لها اتفقنا، انت عاوز ايه وانا هعمله. قالت له مارين بص يا عم سلمنا اليزابيث واحنا كده هنبقى تمام. زلدريس قال لها للاسف.
مليوداس رافض حد يلمسها. مارين قالت له طب مش لازم اليزابيث، سلمني ارثر ملك دولة كاميلوت واعتبر الموضوع تم. زلدريس قال لها للاسف انا مش عارفه ولا اعرف مكانه اصلا. فمارين قالت له خلاص اخر حاجة، عاوزاك تلغي تأثير وصيتك على مواطنين كاميلوت وتؤمر الشياطين ما يهاجموش حد، وانا في المقابل هديلك الوصية. زلدريس بيسمع كلامها وبيفك الناس فعلا، الناس رجعت لطبيعتها والذعر اصاب المملكة بالكامل. زلدريس مستني مارين بقى تديله الوصية، ولكن البنت ما ادتلوش حاجة. الواد بيتعصب وبيقول لها شوية كمان وهخلص عليكي. البنت رفعت ايديها وقالت له ما تقلقش، انا مش هعمل حاجة، مش انا اللي هضربك. وبوم مرة واحدة هجوم لودوشيل اللي بيوصل له بيفجر المكان بالكامل. لودوشيل شكله طاقته زادت وهيكسر الدنيا. بعدها مارين بتستغل الفرصة وبترجع على الخطايا بسرعة. بيسألوها ايه اللي حصل، قالت لهم واحد من الملائكة الأربعة رجع ولو في فرصة نروح كاميلوت فهي دلوقتي. في نفس الأثناء بقى كان غيل زعلان جدا وبيحاول يكلم مارجريتا علشان ترجع له، بس لودوشيل بيقول له هي مش هتسمعك وبعدين لازم تفرح انها بقت مفيدة للبشرية. غيل مش قادر يعمل حاجة، زعلان ومش عارف ايه التصرف اللي المفروض يعمله. في نفس الوقت ده بقى كان زلدريس فاق من هجومه، بيجمع كل قوته وبوم بيضربهم بهجوم بيكسر المكان اللي هم فيه وبينسفهم حرفيا. في نفس ذات الوقت ده بقى كان مليوداس طلع علشان يدور على اليزابيث ويرجعها. تشاندرا بيشوفه وبيعرف ان البنت هربت منه، بيضحك وبيقول ديت فرصتها علشان اقتلها. بيخرج حاجتين كده من جسمه بيدوروا عليها واللي يلاقيها فيهم الاول يخلص عليها. في نفس الاثناء ديت كان شعب كاميلوت مرعوب من الشياطين ومش عارف هيعمل ايه، عمالين بيجروا في الشوارع ويصوتوا مش عارفين يروحوا فين. الخطايا بعدها بتوقفهم، بيبداوا ينقلوهم بسحر مارين على المملكه. اليزابيث كانت بتجري في الوقت ده، ديانا بتشوفها، دمية تشاندرا هي كمان بتشوفها بتعور البنت في وشها. الدمية التانية كانت بتطير عليها وخلاص هتقتلها ولكن بوم ديانا بتكسرها وبتلحق اليزابيث منها. الكل بيرجع على الحانة تاني واليزابيث بقت معاهم من تاني. الناس اللي كانوا محبوسين في كاميلوت هما كمان اتنقلوا للعاصمة والكل بعدها كان في قمة السعادة. الخطايا بترجع للمملكة تاني والملك بيكرمهم فرحان جدا بإنجازهم. بس مرة واحدة لودوشيل اللي بيحضر في المكان ومعاه سارييل وترمل، وده بعد ما رجعوا هما كمان، وبيطلع ان هما ما حصلهمش حاجة اصلا من هجوم زلدريس. اليزابيث بتتعرف عليهم وبتقول لهم انتم عاوزين ايه وليه اخدت جسم اختي مارجريت. لودوشيل بيقول لها علشان احميكم، ده احنا الملائكة الاربعة برضه. اليزابيث قالت له انت اساليبك وحشية ومش هتنفع معانا. لودوشيل قال لها ما لازم قوتي علشان تفوزوا في الحرب ديت. اليزابيث عرفت ان كلامه صح، عارفة ان قوته ضرورة في الحرب اللي جاية، وعلشان كده الاتنين بيعملوا تحالف مع بعض وبيكون اسمه ستيجما برضه. التحالف بتاعهم بيكسر الدنيا وبيوصل لحد مليوداس في كاميلوت، وبيعرف بعدها ان حبيبته رجعت للخطايا تاني. بعدين بقى لودوشيل بيجمع الكل وبيقول لهم على الحرب اللي جايه، بيحفزهم والناس كلها فرحانه علشان الملائكه الاربعه يساعدوهم. هندريكسن بعدين كده بيسالهم بيقول لهم انتم ثلاثه امال فين الرابع بتاعكم؟ الكل وشه بيقلب وما بيردوش عليه. بعدها فرسان السرايا الزرقاء بينضموا ليهم، بيقولوا لهم احنا مش موافقين على التحالف ده، انتم ناس ما بتحسش بالمشاعر ومش هيفرق معاكم حد غير نفسكم. حتى قائدنا دينزل مات بسبب انه استعان بواحده منكم قبل كده. لودوشيل بيرسم عليه الدور وبيقول له احنا اسفين على اللي حصل له، احنا زينا زي البشر، عندنا مشاعر وبنحس وبنعيط، ولو صاحبكم مات بسببنا فانا اسف على كده. وبيديله بعدها شويه من طاقته. الطاقه بتاثر على الناس ومحدش مصدق اللي سمعه. لودوشيل بعدها بيرسم عليهم الدور اكتر وبيخليهم يقعوا في الفخ بكل سهوله. بعدها بيبص لهندريكسن كده وبيقول له لو بتسال على اخونا الرابع فهو مات من فتره، الوصايا ال10 قتلوه وكان في قمه الحزن. بعدها بقى بينتقل بينا المشهد الى مملكه كاميلوت وتحديدا حيث ارثر والناس اللي معاه مستخبيين. بيقرر بعدها انه يروح تاني يوم على القصر علشان ياخد السيف بتاعه، بياخد القط بتاعه معاه وبعدها بيطلع على بره. بيحاول يروح القلعه ولكن مش عارف، كل ما يقرب من القلعه يرجع تاني، والواضح ان في وهم شيطان عمله او اللي عمله البنت ديت يعني. بعدها بقى في العاصمه الملكيه كانت مارين عماله بتصلح جسم جوسر بتعالجه من اللعنه بتاعته. اسكانور وهوك هما كمان كانوا ماشيين في العاصمه كده بيساعدوا في الاهالي. بس فجاه لودوشيل بيحس بطاقه اسكانور، بيروح له وبيكلمه بيقول له انت ازاي عندك القوه ديت؟ اسكانور بيقول له قوه ايه اللي تقصدها؟ انا مولود كده. لودوشيل بيقول له القوه ديت مستحيل تكون بتاعتك، دي قوه الشمس، قوه الملاك الرابع مايل، لازم تتخلى عنها دلوقتي. اسكانور بيطير فوق كده بيكلمه وبيقول له معلش بس ما بحبش ارفع راسي لحد اقل مني. بص كده يا عم لودوشيل، لو افترضنا ان كلامك صح ودي قوه اخوك مايل فمعنى انها سابته واختارتني، ده معناها ان انا
اقوى منه، والقوه ديت عاوزانا انا، فما تكترش في الكلام معايا علشان ما تزعلش. لوديشي اللي بيتعصب منه بيهجم عليه بكل قوته، اسكانور بيفادي كل هجماته، بيدوب سلاحه، بيقول له احمد ربنا انك حليف ليا والا كنت هخليك انت والارض بسوا واحد. فلوديشي اللي بيضحك كده وبيقول له ده انت كنت غرور بس عجبتني. نرجع لعاصمه كاميلو التاني. كان ارثر لسه بيتسحب هناك، بيلاقي القط اللي معاه اختفى كده، بيدور عليه ولكن مش لاقيه. وفي الوقت ده كان القط راح على الشيطانه اللي مشغله الوهم، اكلها وبعدها رجع على ارثر تاني. وشكل القط ده ما بيهزرش يا صديقي. في نفس الاثناء كان زلدريس في القلعه بيتكلم مع مليوداس، بيعرفه برجوع الملائكه الاربعه وبيعرفه بالخطر اللي هم فيه. مليوداس بيقول له تمام، وبيضطروا يسرعوا في عمليه التحويل. في نفس الوقت ده بقى كان استروسا وصل على مكان جلان المتحجر، كسره، اخذ الوصيه بتاعته وبعدها سابه ومشى. ارثر في الوقت ده كان نجح انه يدخل على القلعه اخيرا، وهوبا زلدريس قفشه. الواد اترعب وحاول يهرب من هناك، وهوبا كيوزاك وراه. بيسالوه بعدها انت مين وايه اللي جايبك هنا؟ الواد بيقول لهم انا ملك البلاد ارثر بن دراجون. زلدريس بيعرف انه نفس الشخص اللي مارين كانت بتسال عليه، رايح يمسكه. وفجاه القط بتاعه بيستخدم قوته على الجنود وبيعطلهم، بيبعد ارثر، بيقول له روح وخد السيف بتاعك بسرعه. ارثر بيجري على الباب فعلا، بيوصل على مكان السيف، هوب الباب بيتدمر، الواد بيقع جنب السيف بالظبط. والشياطين في الوقت ده كانت ضربت القط واخدوه معاهم. ارثر شافه وهو متعذب، بيسمع بعدها خطوات داخله عليهم، بيتصدم. ده مليوداس، انت شكلك عامل كده ليه؟ مليوداس قال له انا ما عدتش الشخص اللي انت عرفته قبل كده، انا دلوقتي قائد الوصايا العشرة. ارثر بيعرف انه خانهم، بيتعصب، بيقول له انت كنت قدوتي قبل كده، الكلام معاك والتدريب كانوا اجمل فتره في حياتي. بيتعصب عليه، بيقول له مهما كان سببك في الخيانه مش هسامحك. بيمسك السيف بتاعه بيخرجه، بيقول لهم اجهزوا بقى لموتكم. هو بيهزر ولا ايه؟ لا. ففي الوقت ده كانت مارين مجمعه الخطايا، بتحكي لهم عن ارثر، بتقول لهم انا لازم الحقه، ارثر عنده سحر الملك والسيف المقدس اختاره، لو استيقظت قوته محدش هيقدر عليه. نرجع بقى للقتال بتاعنا، وارثر بيقول لهم تعالوا. تشاندرا في ثانيه بتعصب وبيهجم عليه بكل قوته، وهوبا ارثر بيثبته، اخرك فاضي يالا. بيطير بعدها على القط وبياخده من ايديهم، بيعتذر منه علشان سابه يتاذى، بيكسر كيوزاكو كمان. زلدريس بيهجم عليه من ظهره بس ارثر ولا في باله، بيصد كل هجماته وهو مش مركز معاه اصلا. بعدها بيطيره، الكل مصدوم، ده ايه القوه ديت؟ ارثر بيحكي لهم عنها، بيقول لهم مارين دايما ما كانتش راضيه تخليني امسك السيف، كانت بتقولي لما تحس ان في تهديد عظيم وصل فلازم تمسكه. ما تخيلتش ان التهديد ده كان انت يا مليوداس. مليوداس بيهجم عليه تاني، زلدريس كمان بيهجم، ارثر بيفادي كل هجماتهم ببراعه، بيريحهم، محدش قادر عليه. مارين في الوقت ده بقى كانت بتحكي لهم عن السيف ده، بتقول لهم السيف ده بيحتوي على كل تقنيات ابطال البشر السابقين، واللي السيف ده بيختاره محدش بيقدر يقف قصاده، وشكل الدنيا هتولع يا صديقي. المهم لحد هنا بيخلص الجزء ده، والجزء اللي جاي هيكون دمار ان شاء الله. فما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتشترك في القناه علشان قربنا جدا على المليون. ويلا يا عم، سلام سلام سلام.